بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا التقرير من قناة صوت الصخر. نشرت صحيفة العليا خبر بعنوان معاناة أهالي القريات من تلوث لحوم ذبائحهم بمياه الصرف الصحي. رصد أحد مواطني محافظة القريات مصدرا خطيرا لتلوث لحوم الذبائح بالمحافظة. 1. وجود أحواش القنم بجوار مستنقعات الصرف الصحي. 2. قرب المصرف العام من هذه المستنقعات. 3. تواجد كثيف للباعوث في تلك الأحواش بحراج الغنم. هذا يا طويل العمر الصرف الصحي. تمام. المفاجأة من هذا الشبك، هذا شبك الحراج قريب جدا، يعني ما بينهم شيء. تغذن على الصرف، على الروايح والعروض والنامس. خصوصا أن العبارة التوعوية على جدار المصرف هي: أبناؤنا أمانة في أعناقنا، فلنجنبهم خطر تناول لحوم الذبائح المريضة. متسائلا أين الأمانة من ذلك؟ وفي نهاية الخبر طالبت الصحيفة بسرعة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تهدد صحة مواطني المحافظة حسب ما ذكرت الصحيفة. معاذ علي الشراري، قناة صوت الصخر، القريات.